محكمة موقرة محكمة عين السبع. تفضل أستاذ كاشف. المحكمة دازت في أجواء عادية، أثرنا مجموعة من الدفوع، منها أن محضر الإيقاف والانتقال هو محضر مزور. لماذا مزور؟ لأنه بالرجوع إلى الشريط ديال الفيديو كيتضح على أن حميد نعناع تسلق سياج القنصلية. في المحضر يقال على أنه تسلق حائط مجاور لفيلا مجورة. طول هذاك الحائط أنا كنعرفو بحكم أنني من سكان حي بولو، الطول ديالو يتجاوز تقريبا حوالي 5 أمتار. إضافة على ذلك على أن عملية نزع العلم الجزائري من القنصلية موثقة بواسطة شريط فيديو. أثرنا مجموعة من الأمور على أن القنصلية ليست مسكنا، وأن المسكن يعرفه الفصل 511، وأشرنا إلى مهام القنصلية التي هي تقديم خدمات إلى رعايا الدولة، وكتعبر على العلاقات الدبلوماسية الكائنة ما بين الدولة الضيف والدولة المضيفة. والتمسنا ووضحنا واعتذرنا للشعب الجزائري على نزع العلم الجزائري، ولم نعتذر للنظام الجزائري على مواقفه العدوانية. وفي الأخير التمسنا البراءة للمتهم على اعتبار أن العكس التكوينية للفصل 441 من القانون الجنائي المتابع به غير متوفرة، والتمسنا له البراءة.